بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتة هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض النهاردة التوكة الجميلة دي اللي شايفينها قدامنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. نشوف هنستخدم ايه. الأولى دي قطعة ستان طولها 18 سنتي وعرضها 4 سنتي، والاتنين الصغيرين دول عرض ستان مضلع برضو عرض 2 سنتي وطول 16 سنتي. والكليبسات هنا انا مبطناها جاهزة. طبعا احنا شفنا التبطين في كذا فيديو فات. لو لسه اول مرة تشوف القناة ادخلي على الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرفي احنا بنبطن التوكة كده ازاي. هبتدي ألسع شريط الستان بتاعي طبعا بالولاعة زي ما احنا متعودين. زي ما قلت لكم دي طولها 18 سنتي وعرضها 4 سنتي ستان مضلع. طبعا على حسب طول الكليبس احنا بنتحكم في طول الفيونك. يعني لو الكليبس اصغر من كده احنا بنبتدي ان احنا نعمل طول الفيونكة اقل من كده. انا حددت هنا النص وابتديت ان انا جبت الطرفين كده على بعض عشان اعمل الفيونكة اللي هتكون القاعدة بتاعة الفيونكة الاساسية. طبعا الابرة والخيط ما بنستغناش عنهم واحنا بنشتغل في التوك. هبتدي كده اعمل غرزة سراج عادية جدا وابقى متأكدة ان الطرفين داخلين معايا في الابرة. الطرفين اللي انا حطاهم مع بعض داخلين معايا في الابرة بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اشد الخيط علشان اكشكش الفيونكة من النص. امسكها كويس وبعدين هلف الخيط كده عليها كذا مرة. وبعد كده هبتدي ان انا اثبتها بغرزة كده تثبيت. هدخل فيها مرة تاني بعد ما لفيت الخيط عشان الخيط ما يتفكش مني بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هبتدي ان انا اربط الخيط بتاعي. يا رب الشرح يكون واضح وتعرفي تنفذيه في البيت. هي توكة جميلة جدا زي ما شوفنا في بداية الفيديو. تقدري تنفذيها لبنتك في البيت، تقدري تاخديها كفكرة مشروع ان انتي تبدأي بيه. جميلة جدا وسهلة ومش مكلف. هنا كده قصيت الخيط بتاعي اهو وطلعت عندي الفيونكة بالشكل ده. هبتدي في القطعتين الصغيرين دول عرض 2 سنتي وطول 16 سنتي. هبتدي طبعا ان انا السعهم بالولاعة وهحدد النص برضو. بضغط عليه كده جامد تمام وبجيب الطرف الاولاني على الخط بتاع النص اللي انا حددته والطرف التاني عليه. وهبتدي ان انا اخيطهم غرزة سراجة برضو بالشكل ده. هجيب الجزء التاني اللون التاني. عايزة تعمليها بلون واحد عادي، عايزة تعمليها بلونين كده برضو عادي، يعني زي ما تحبي. زي ما قلتلك التصميم ده بتاعك انتي. انا بس بوريكي الخطوات الاساسية. حددت النص، جبت الطرف الاولاني على النص والطرف التاني برضو على النص نفس الطريقة. وهبتدي ان انا اخيط برضو غرزة سراج عادية هدخلها في نفس الابرة مع التانية بالشكل ده كده.
أنا هنا عندي لقيت اخر الابرة ان انا مش لضماه مكان ما قصيته، هبتدي ان انا الضمه كويس عشان ما يعديش طبعا من الستان، وكذا ربطة علشان خاطر العقدة تبقى تخينة، لان الستان ممكن لو هي ربطة واحدة او عقدة واحدة بس هيعديها، مش زي القماش. كذا ربطة كده، تأكدي ان العقدة تبقى تخينة معاكي. معلش انا بطيئة في العقد، بس هو انا مش بعرف اعقدها غير كده. هبتدي ان انا امسكها كده واشد الخيط عشان تتكشكش معايا، وبالراحة وانتوا بتشدوا الخيط عشان ما يتقطعش. هبتدي عشان اثبتها ما تفكش مني، هلف عليها الخيط كده نفس طريقة الفيونكة الاولى، بس الاولى عملناها بشريطة ستان عريضة، ودي عملناها باتنين مختلفين ارفع. وهاخد كذا غرزة كده عشان خاطر ايه اثبتها ما تفكش معايا، وبايديكوا كده عدلوها. لو حسيتوا ان جنب اكبر من جنب كده بالراحة واحدة واحدة عشان برضو الخيط ما يتقطعش، هنعدلها لحد ما تبقى فيونكة كده شكلها حلو. هي هنا طلعت معايا يعني تقريبا جنب اطول من جنب، بس الفرق مش كبير فعادي تمشي. هبتدي ان انا طبعا اربط الخيط بتاعي، نص الزيادة، واحط الجزء اللي انا عملته ده فوق الجزء التاني، هو ده هيبقى الشكل الاساسي للفيونكة. طبعا انا هنا عملت الفيونكة التانية، زي ما اشتغلنا الاولانية بالظبط، وهبتدي ان انا الزقهم في بعض بمسدس الشمع. بالطريقة دي كده بالراحة واحدة واحدة، لان اي حاجة غلط مسدس الشمع خلاص على كده الشمع مش بيطلع، لازم نغير القطعة. انا مقرباها بس مني معلش لو مش باينة في التصوير، علشان خاطر لو في اي حاجة اعدلها او اشوفها وانا بلزق. عدلوها كده بالراحة لحد الشمع ما ينشف وتبقى ثابتة معاكم بالطريقة دي كده. وهنيجي التانية برضو هنلزقها، حطوا كمية شمع كده مناسبة، نفس الطريقة برضو النص على النص، تأكدوا ان نص الفيونكة دي على نص الفيونكة دي. وعدلوها كده عشان ما تلزقش على وضعية غلط. ما ننساش طبعا نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. هنا عندي الفيونكتين لزقوا بالطريقة دي. هنا عندي ده ستان مضلع برضو عرض 1 سنتي، هبتدي الزعه كده
وهقص قطعة مناسبة، هلسع الطرف التاني عشان ما ينسلش معايا. دي القطعة اللي هداري بيها الخياطة بقى وكل حاجة. هتبقى الفيونكة بالشكل ده في النهاية. بس طبعا لازم ألزقها على الكليبس الأول، مينفعش أقفل القطعة دي للنهاية إلا لما ألزق الفيونكة على الكليبس، لأني هعملها بطريقة كده بحيث إن هي مش بس الشمع اللي يبقى ماسكها على الكليبس، في تكات كده في التقفيل، خلي بالكم منها. أنا كده عملت حطيت شمع على الجزء اللي فوق بس، مش هلف الدايرة دي للآخر، هو هجيبها من فوق بس، هثبتها كده من فوق. بالطريقة دي. من تحت بقى هجيب الكليبس هلزقه الأول، حطوا برضو كمية شمع حلوة مناسبة عشان يلزق معاكوا حلو. تأكد ان الكليبس في النص تقريبا، يعني حاولوا، وبالراحة كده نضغط عليه لحد ما يلزق كويس. لازم تضغطوا عليه كويس لان الفيونكة انها طبقتين فعالية شوية، فلو حطيناه كده بس مش هيلزق. هبتدي هنا بقى اقفل الشريطة اللي احنا جايبينها من فوق. بصوا انا فتحت الكليبس وحطيت الطرف الاول من الشريطة، عرض 1 سنتي. معلش لو الفيديو بيقطع، انا بس بتبقى بنتي بتعمل حاجة مش عارفة، تبقى عايزة حاجة فبقفل الفيديو وارجع وكنت برجع اكمل تصوير. انا قصيت كده الجزء الزيادة وهبتدي ان انا هلسعها بالولاعة، وهفتح الكليبس وهلزقها من جوه علشان تبقى ثابتة اكتر. لزقت اول طرف وجبت عليه الطرف التاني بالشكل ده، واقفل الكليبس عليها هيمسكها كويس. ده بشيل كده لو في اي زوايد شمع او حاجة بيعمل خيوط كده نشيلها. هبتدي برضو هقص الزيادة. بعد كده هبتدي ان انا طبعا السع الطرف بتاع الشريط الستان مكان ما قصيت كده بالولاعة. ونخلي بالنا واحنا بنستخدم الولاعة يا بنات، خاصة في الاجزاء النهائية دي، ان هي ما تبوظش الشغل اللي احنا تعبنا فيه. يعني بالراحة كده وما تبقوش مستعجلين او ما تبقوش تعملوا حاجة او وراكوا حاجة، لا بصوا الشغل ده يبقى في الوقت الفاضي بتاعنا، في الوقت اللي احنا هنخصصه للشغل يبقى نشتغل فيه. احنا ليه بنفضل ان احنا نشتغل حاجة واحنا في البيت، او بندور على مشروع نعمله واحنا في البيت؟ علشان خاطر انت تبقى حرة نفسك، انت عارفة انت وراكي ايه وعايزة تشتغلي وعايزة تعملي ايه، فنظمي وقتك، ما تجيش برضو على البيت ولا تيجي على نفسك. وفي الوقت اللي انت مخصصة للشغل يبقى الشغل بس، وتخصصي الوقت ده سواء بقى صبح سواء بالليل، انه ما يعني مثلا لو عندك اطفال يبقوا نايمين او في الحضانة او في المدرسة زي انا ما بعمل بالظبط كده. احنا قفلنا الفيونكتين التوكتين وانا حبيت كده يعني ازينهم بالوردة البسيطة دي كده في النص. فزي ما انتوا شايفين احنا بنلزقها كده بالشمع. برضو هنلزق التانية كده.
فزي ما بقولك انتي رتبي افكارك الاول وشوفي انتي عايزة تعملي ايه وتقدري تعملي ايه اللي انتي تقدري تعمليه وابدأي. ليس للإنسان إلا ما سعى. اسعي وسيبي الباقي على ربنا. اعملي اللي تقدري عليه وسيبي الباقي على ربنا، ما تفكريش في حاجة. انا كده عندي خلصت التوكة بتاعتي اهو. انتي ممكن تعملي التوك دي وتعملي مثلا شوية وتعدي على اي محل ان انتي تبيعهم له بالجملة، لقرايبك لصحباتك لبناتهم لصحاب بناتك. يعني بصي مشروع كويس وشغال على طول الوقت. احنا اسهل حاجة بيبوظوها التوك، كل شوية نجيب توك نجيب توك. لا طب ليه نعملها في البيت. ده كده الشكل النهائي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. مع السلامة.